نفرت. الله، ايه يا حبيبتي مش سامعاني؟ لا سامعاك. امال ما بترديش عليا ليه؟ عشان انا اسمي جميلة، ولما تناديني باسمي ابقى ارد عليك. لكن حضرتك كنت بتنادي واحدة تانية اسمها نفرت. يا حبيبتي يا حياتي يا نور عيني، قلتلك 1000 مرة ان نفرت ده اسم فرعوني، معناها جميلة حلوة، يعني كنت مندهلك باسمك. جايز، لكن تنكر ان حياتك فعلا فيها واحدة اسمها نفرت وشغلة تفكيرك ليل ونهار؟ لا منكرش، بس بصفتي مفتش آثار، نفرت دي بنت الفرعون اللي أنا مهتم بيه، لدرجة انك تنسى اسمي وتناديني باسمها هي. بس لو تعرف الحقيقة. عارفاها. ايه هي بس اللي عارفاها؟ للأسف اكتشفت اني مغشوشة. اتهيألي انك كنت بتحبني، عشان كده وافقت اتجوزك. اتاري كل الحكاية اني بشبه حبيبتك دي اللي كانت تملي في عقلك وبتحلم بيها. لا 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 يا جميلة، انت مش بس شبهها، انت هي وهي انت، ومش ممكن تكونوا اتنين. يا سلام، للدرجة دي بتحبها؟ من فضلك ما تقوليش بحبها، لكن قولي بحبك انت، علشان انا متأكد انك انت هي وهي انت، نفس الشكل، نفس الصوت، نفس الروح الحلوة، كل حاجة فيكم واحدة. عجايب، بقى انا ابقى بنت فرعون مصر منكا وحور التاني اللي حكم مصر من 4600 سنة، وبنت أوزوريس. حاجة عجيبة مش كده؟ لا، أما البابا وماما اللي أنا عايشة معاهم طول عمري دول يبقوا مين؟ يبقوا إيه؟ مش عارف يا جميلة، لكن تقدري تقولي لي إحنا اتجوزنا إزاي؟ عشان حبينا بعض. طيب تقدري تقولي لي كمان حبينا بعض إزاي؟ قابلنا بعض أول مرة فين؟ في الهرم. طيب أقدر أسألك سؤال؟ إيه اللي وداك الهرم يوميها؟ مش عارف، لكن أنا عارف وفاكره كأنه لسه حصل الليلة اللي فاتت. كنت ليلتها راجع من جنب هرم سقارة ومعايا بردية لقيتها في الحفاير اللي بشرف عليها. سهرت طول الليل وأنا بحل في رموزها. مش قادر لغاية دلوقتي أحكم إذا كان اللي حصل بعد كده شفته في حلم، ولا أنا ليلتها فعلا قمت ومشيت في الصحراء لغاية ما وصلت الهرم من كاو حور التاني اللي هو بابا، ومشيت جوه الهرم لغاية ما وصلت لقاعة الدفن الملكية. وفجأة لقيت طفل فرعون صغير مد إيده جوه فجوة في جدار القاعة وسحب منها بوق صغير مصنوع من قرن العجل المقدس أبيس، وعليه رسم أوزوريس، ونفخ فيه. وقتها لقيت ايدين الفرعون منكا وحور التاني بتتحرك جوه تابوته، رموش عينيه بتترفع وعينيه بيفتحوا وصدره بيعلى ويهبط، ويقوم واقف على حيله جوه التابوت ويفك لفايف الكتان اللي حواليه وياخد وضع الصلاة ويبص لرسم أوزوريس اللي فوق الجدار ويقول له في خشوع: أوزوريس يا حاكم الأرض والبحر ومانح القوة لكل فرعون، جلس فوق عرش هذه البلاد، هب لها العزة والقوة وامنح أبناءها الهناء والبركة. بعد كده بصيت لقيته بصلي بغضب وقال لي: انت مين وجاي تعمل ايه عبر السنين؟ انا الدكتور سيد حسين، خبير آثار جاي تقلق منامنا وما تحترمش مقامنا. العفو يا مولانا الفرعون، العفو، مقامك فوق راسي وعينيا. امال جاي ليه؟ ده انا بدور على امجادكم اللي محدش تاني ساب زيها وبيتباهى بيها في الدنيا دي كلها. تقوموا تقتحموا علينا المقابر وتتحدوا الزمن الغابر؟ انا اسف يا فندم، اسف، وما دام ده بيضايقك انا بقدم اعتذاري واوعدك اني لا انا ولا غيري هيكرر الخطأ ده تاني. لا لا لا، الاعتذار لا يكفي في هذه الرحاب، ولا بد ان تنال العقاب. نفرت تناديني يا أبي الفرعون؟ مش معقول. مين الشاب الغريب ده؟ ده واحد من اللي بيعبروا الزمن، بيحاول يكشف سرنا ويخرجنا من قبرنا، وانا ناديتك دلوقت علشان تقومي باستجوابه تمهيدا لمحاكمته وعقابه. أمرك يا أبي الفرعون، ورجائي أن تشددي عليه السؤال، وسوف أعود إليك في الحال. أمرك يا أبي الفرعون. مش معقول. إيه هو ده اللي مش معقول؟ جمالك يا فندم، جمالك ده مش معقول. جمالي؟ أنت عارف أنت بتكلم مين؟
عارف يا فندم، الأميرة نفرت بنت فرعون مصر العظيم من كوحور الثاني وحفيدة أوزوريس، لكن ده ما يمنعش إن أنا أعبر عن اللي أنا شايفه وأقول إنك حلو. أمراء مصر كلهم محدش منهم اتجرأ يقول لي كلمة زي دي. وسبتيهم من غير محاكمة؟ نحاكمهم عشان مؤدبين؟ هو الأدب بس يمنع إن الإنسان يسبح بحمد ربنا اللي صور الجمال الرائع ده؟ لا، ده انت جرأتك زادت قوي. عشان حبيتك. حبيتني؟ تحب بنت فرعون؟ أيوه، واعترف كمان إنك أجمل واحدة شفتها. بس انت عارف نتيجة جرأتك دي ايه؟ إيه يعني، هتموتوني؟ وتقضي حياتك كلها هنا. بقول لك إيه، أنت ليه ما تخرجيش معايا؟ أخرج معاك فيه؟ انت مجنون؟ ليه بس؟ أنت مش خلاص صحيتي ورجعتي تعيشي من جديد؟ اخرجي بقى، اخرجي شوفي مصر، أرض أجدادك حصل فيها إيه، شوف الحضارة وعيشي في القرن العشرين. ها؟ فعلا ليك حق، لازم أخرج. أهو كده الكلام. طيب انت اسمك ايه؟ سيد يا فندم، سيد، اسمي سيد حسين. الله، ومتجوز؟ لا لسه هتجوز. ليه؟ ها؟ ما عجبتكش ولا واحدة؟ بالعكس يا فندم، كلهم حلوين، لكن بقى مكتوب لي ألاقي هنا اللي أجمل منهم كلهم. كده؟ طب خلي بالك بقى لما استجوبك. تستجوبيه ايه يا نفرت؟ اللي تقوم بالاستجواب تحكم عقلها مش قلبها. قبل فرعون؟ فيه واحدة تقدر تستجوب شاب بيقول لها انه بيحبها؟ يا فندم أنا ما انكرش إن أنا قلت لها كده، رغم علمك انها بنت فرعون. وماله يا فندم وماله؟ ما نعرف كمان إن الفراعنة كانوا أول ناس قدسوا الحب وسجلوه في البرديات ونقشوه على جدران المعابد، وعشان كده اعترفت لها بحبي، ومستعد أحرم نفسي من نور الدنيا وأعيش معاكم هنا لو فخامتك وافقت انك ايه؟ اتكلم. إني أتجوزها كده؟ أيوة يا فندم. انت فعلا شاب شجاع، وعجبتني فيك جرأتك في التعبير عن عواطفك، وعلشان كده أيوة. انا موافق اجوزك نفرت، بس مش دلوقتي. مش دلوقتي؟ أمال إمتى؟ كل شيء بأوان مهما طال الزمان. كل شيء بأوان مهما طال الزمان. بس يا جميلة، ده كان الحلم اللي حلمته ليلتها ولا اللي أنا شفته مش عارف. المهم تاني يوم الصبح لقيتني زي اللي واحد بيشدني أروح الهرم. ده بالظبط اللي حصل معايا يومها. وهناك شفتك وقعدت جنبك وسمعت صوتك، كأني بشوفها هي وبسمعها هي، مفيش أي فرق. تبقى تفسري ده كله بإيه؟ مش عارفة، لكن برضو ناديني باسم. وهو أنا بناديك باسم تاني؟ صدقيني يا جميلة، صدقيني إن جميلة ونفرت والحلوة والطعمة كلها اسم واحد، وأكتر من كده إنك أنت هي وهي أنت اللي شفتك في الحلم، وأنت اللي عايشة معايا دلوقتي، ومفيش في قلبي مخلوقة غيرك. يا ترى مين؟ لا مؤاخذة يا فندم، حضرتك الدكتور سيد حسين؟ أيوه، في حاجة؟ حضرتك تمضي لي على الإشارة دي بالعلم. إشارة إيه؟ وريني. ايه يا سيد، في حاجة؟ ده استدعاء لخدمة الاحتياط. بس هي دي اللي هتفوقك. ليه؟ هو أنا مش في وعي؟ مش قصدي، إيه؟ بس كفاية انك مغرق نفسك في حب اللي اسمها نفرت دي. لكن دلوقتي لما تعيش في الواقع اللي كلنا عايشين فيه يمكن تنساها وتشوف جميلة وبس. يا سلام عليك، هايل. علشان يعني سبكت حكاية وليد دي؟ طبعا. هو أنا مهما وقفت أحلف للناس إن اسمك ديفيد حد يصدق؟ طب بس كفاية بقى، أحسن زي ما بيقولوا الحيطان لها ودان. ودان عليك أنت. المهم عملت إيه النهاردة؟ نفذت تعليماتك بالحرف الواحد، وبقيت أخرج من نادي أروح أقعد في نادي تاني. ما سبتش حتة ما رحتهاش. وخرجت من لفك ده بحاجة؟ أبدا، الكلام اللي بيقولوه كل يوم هو، لكن في المعادي لفت نظري منظر عروسة شابة حاسة إنه يمكن يجي منها حاجة. من ناحية إيه؟ وشها يا ديفيد، تقولش الخالق الناطق نفرت؟ لا يا ريجان من فضلك، انسي ديفيد دي خالص. أنا هنا الدكتور وليد طبيب الأسنان. حاضر، أسف. المهم في إيه لما الست دي تكون شبه نفرتيتي؟ طبعا مش مهم، لكن المهم جوزها. مركزه يهمنا؟ ما هو ده اللي لافت نظري فيه. بيشتغل إيه؟ مفتش آثار، لكن في نفس الوقت ضابط احتياط،
وفهمت من كلامها هي وصاحبتها إنهم استدعوه للخدمة. استدعوه للخدمة؟ يبقى لازم في حاجة. مش عارفة، لكن هو ده اللي سمعته منهم. لا يا ريجان، ده فعلا خبر مهم. استدعاء الاحتياطي دايما ورا حاجة. يعني أخد بالي منها؟ انت لسه تسأليني يا ريجان؟ خلاص اطمن، عشان أنا قعدت جنبها لحد ما قامت ومشيت وراها كمان لغاية ما عرفت لك عنوانها. يا فندم يا سيادة الرائد، قوتك جاهزة؟ على أتم الاستعداد يا فندم. طب عال، عشان الأوامر صدرت نعدي القناة الليلة. عال. أنا وأنت وقوات الصاعقة اللي معانا. وحددوا لنا وسيلة التعدية يا فندم. أيوة، هنمر من مواسير لحد تقريبا تلتين القناة، وبعد كده نكمل التلت الباقي واحنا غطسانين في المية. دي طريقة جديدة يا فندم. أيوة، لكن أكتر أمان. فعلا. المهم إن كل واحد مننا يعرف إيه الواجب اللي مطلوب منه بالظبط.